السلطه مشوا هاجموا بالدكتور عوض الجاد، ومشوا هاجموا بيت علي عثمان، ومشوا هاجموا المغرات الحكوميه، وجاي يتربصوا بقدام بيت شيخ حسن، سوقنا المجاهدين ومشينا قعدنا قلنا الليله الداير يشوف المغابر يجي. نحن والله عندنا اراء وعندنا مراجعات وعندنا خلافات فيما بيننا، لكن هذه كلها معركة مؤجلة الآن. الآن السودان أولا وأخيرا. الله أكبر. الآن الهوية الإسلامية أولا وأخيرا. الآن دحر هذه المؤامرة والتربص أولا وأخيرا. لما يكون في أمن ويكون في حرية والعساكر ديل يرتبوا أحوالهم وينظموا رؤاهم ويستوعبوا القوى السياسية ويتشاوروا مع مكونات الشعب كلها، ليس مع الدقير ولا مع زيت ولا مع عمعيت، مع كل مكونات الشعب. بما فيها نحن بما فيها نحن الاسلاميين ذاته عندنا راي وعندنا اهداف وعندنا رؤى وعندنا خطه وعندنا استراتيجيه لله وللدين وللوطن. نحن ما بنجي نتسوى للدقير ولا زيت ولا معيت نقول لنا ركبونا معكم، نحن نركب بحقنا. نحن ندافع عن قضيتنا. نحن ندافع عن مشروعنا. نهارا بنقول الكلام ده. ما في ذلك يقول نحن خجلانين ولا نحن خايفين، والله نحن قدر الله المستور. والله ما يستفزونا، والله لو طلعنا الجلاليب دول لبسنا الميري الكلام ده واضح. الله اكبر. ورسائل مفهومه. الله اكبر. ونحن حنتواصل مع كل المجموعات. الله اكبر. وحنرتب افكارنا. الله اكبر. وحنرتب رؤانا. وحننظم صفوفنا. وحنكون مستعدين لأسوأ الخيارات. الله اكبر. لا نتعدى على احد. نحن ما بنقول الكلام ده عشان نهدد احد ولا نحسد احد ولا نتعدى على احد، لكن ليكون مفهوما للجميع. الارض دي السودان ده حقنا كلنا وشايلنا كلنا. ده في دول بيجي ينقلب علينا بالليل ويطردنا من السودان فهو واهم وواهم وواهم. انتوا خليكم مستعدين كلكم، خليكم اذنكم مفتوحه وقلوبكم واعيه وتابعوا. نحن اديناكم مجرد خيوط واشارات وامر كبيره، ونحن حنضغط على اخواننا العسكريين يعمل مؤتمر صحفي ويجيبوا الناس المضبوطين ويجيبوا اعترافاتهم على الملأ عشان تعرف عن المؤامره. الله اكبر. نحن والله زي ما قال الشهيد الزبير ربنا يتقبله، نحن الموت ده نحن نعز البلد والدين. الله اكبر. ونفتشوا. نحن والله نقول للشهيد الزبير ونقول للشهيد ابراهيم شمس الدين ونقول للشهيد محمود شريف ونقول للشهيد عوض عمر السماني ونقول للشهيد دكتور نوري ونقول للشهيد علي عبد الفتاح اميرنا. والله نقول لهم نوموا غر اعينكم، والله السودان لا يؤتى من قبلنا ابدا. نقول للشيخ حسن الشيخ حسن اذا في ناس بيتربصوا يقولوا الهالك ده دايرين يهاجموا بيته، نقول لهم والله السودان والدين والحركه الاسلاميه وتاريخها لن يؤتى من قبلنا ابدا. نحن مع الحق، نحن مع الشورى، نحن مع الديمقراطيه، نحن مع التدافع السلمي والتبادل السلمي للسلطه بصناديق الاقتراع. بصناديق الاقتراع وليس بالمؤامرات والتربص بليل. والله نحن نقول لاخواننا العسكريين دي اي دوله الليله تتخذ اجراء ظالم على السودان يطردوا سفير ضحى وصلوا مطار. امريكا، بريطانيا، بلجيكا، غيره نفسه ما بيجيبوا لنا الا الخراب والدمار والتربص والمكر والخديعه. اي دوله الليله تتخذ قرار بغير وجه حق ظلم للسودان نحن ندفع العساكر دفعا يطردوا سفير ضحى هنا ما داري معهم اخوه فردي. اي زول متربص هسه الليله دي يصلوا في مسجد الجامعه، لكن والله ما يصلوا فيه ثاني ابدا ولا الاوقات العاديه، ولا الاوقات العاديه ما يصلوا فيه.